السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جينا مع بعض طريقة عمل الشاورما السوري. هنعملها بطريقة مختلفة خالص، هتعجبك جدا. خليكي كده معايا لاخر الفيديو عشان تشوفي ايه الطريقة. اول حاجة كده هنقول بسم الله، ومعانا نص كيلو من صدور الفراخ مقطعينه قطع صغيرة، ومعانا توم وبابريكا وبصل بودر وتوم بودر وسماق، ومعانا كزبرة ناشفة، ومعانا 7 بهارات والفلفل الاسود. هننزل عليهم كده بمعلقتين 3 من الزيت اهو زي ما انت شايفه كده. التتبيله دي عايزه اقولك حلوه جدا جدا. معانا كمان معلقتين كبار من الزبادي. ممكن لو انت مش عندك زبادي ممكن تستخدميها بلبن رايب او ب3 معالق كبار من اللبن. عايزه اقولك ان اللبن او الزبادي بيطري الشاورما جدا، وبيعمل كمان صوص حلو قوي ليها، وبيخليها طريه كده وطعمها جميل. طبعا بننزل عليهم كده بنص معلقه من الملح، وبنقلبهم كويس جدا زي ما انت شايفه كده. طبعا هنحط فيهم بقى قطع الفراخ بتاعتنا، وهنقلبهم كويس جدا اهو زي ما انت شايفه كده. وهنحطهم في التلاجة بمعدل نص ساعة او ربع ساعة. احنا عايزين الفراخ بتاعتنا تشرب التتبيلة دي كلها كده، وتخش جوه الانسجة كده بتاعت الفراخ، علشان تدينا كده تبقى الشاورما طرية، وفي نفس الوقت تبقى طعمها كمان حلو قوي. خلاص كده قلبناها كلها، هنحطها في التلاجة بقى. وهنجيب كده الخضار بتاعنا اهو، انا بوريها لك كده. بصي، عايزه اقول لك ريحتها كانت تحفه. هنجيب بقى الخضار بتاعنا. الخضار عبارة عن بصل وفلفل وطماطم. طبعا انت لو عندك فلفل الوان حطي، ما عندكيش مش مشكلة. انا ما كانش عندي فلفل الوان صراحة، فحطيت فلفل اخضر بس. لكن انت لو عندك فلفل احمر حطي، فلفل اصفر حطي، على فكرة بيبقى برضو الالوان كده مع الشاورما بتبقى حلوة جدا. هنا طبعا بنجيب البصل وبنقطعه كده جوليان زي ما انت شايفة اهو. طبعا انا عامله كميه بصل حلوه كده، علشان طبعا شاورما يعني بصل يعني فلفل يعني طماطم. بصي ده اساسي الشاورما يعني، دي من الاساسيات اهو. احنا كده خلاص قطعنا البصل كله. هنجيب بقى كده الفلفل بتاعنا برضو، وهنقطعه برضو كده طرنشات زي ما انت شايفه اهو. صلوا على النبي يا جماعة، عليه أفضل الصلاة والسلام. وطبعا ده فضلا من حضراتكم وليس أمرا. الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد احنا بنقدمه. ويا رب كده فيديوهاتي اللي أنا بقدمها لكم تكون بتعجبكم، وتكونوا كمان بتستفادوا منها بجد. وبشكر كل الناس اللي بتعلق لي على الفيديوهات، وبتعملي لايكات كمان، وبيشتركوا في القناة. بجد بشكركم جدا جدا، وبتمنى كده ان القناة تكبر بيكو. والله بجد يعني دي حاجة مفرحاني، آم، ان احنا يعني بنقدم حاجة كويسة. ويا رب كده تكون الفيديوهات بتعجبكم. طبعا هنا خلصنا الفلفل وكده، هنقطع الطماطم. طبعا انا شلت القلب بتاع الطماطمايه، انا مش عايزة الطماطم تنزل ميتها في الشاورما، فانا باخد الطبقة بس، بشيل القلب بتاعها وباخد بس الطبقة الخارجية دي، وبقطعها زي ما انت شايفاها كده برضو كده اهو. اهو زي ما انت شايفة كده. طبعا انا لو حطيتها بحالها كده هتنزل مية كتير جدا، وانا مش عايزة كده. انا عايزة بس تبقى مدياني الشكل بس بتاع الطماطمية كده، يبقى مدياني الشكل بس، انا مش عايزة المية بتاعت الطماطم اهو. هنقطعها كلها كده قطع صغيرة اهو زي ما انت شايفة كده. عايزه اقول لك بقى ان بجد طريقه الشاورما دي حلوه جدا جدا. هتعمليها وهتدعي لي بجد. حاجه كده سهله وبسيطه خالص، ومش هتاخد معاكي وقت خالص خالص. يعني انتي لو مستعجله على اكله كده، عايزه اكله سريعه وحلوه، والعيال كمان بيحبوها، مش هتلاقي احلى من الشاورما بالطريقه دي، حلوه جدا. هنا خلاص كده كنا قطعنا الخضار كله. هنجيب بقى كده الطاسه بتاعتنا، وهننزل عليها كده بشويه من الزيت. وهننزل كده اول حاجه هنحطها البصل. احنا عايزين بس كده البصل ندبله بس شويه كده، مش ياخد لون يا جماعه، احنا هندبله بس، عشان بعد كده هننزل عليه بالفراخ بس بعد ما يتدبل شويه بالزيت اهو زي ما انت شايفه كده. انا هنا كنت بصي وريتهولك خلاص كان اتدبل. هننزل بقى بالفراخ بتاعتنا كده اهو بالتتبيله بتاعتها. عايزه اقولك ان تتبيلتها تحفه، ريحتها حلوه جدا. هنقلب كده كله مع بعضه كده اهو.
وهنستنى برضو عليها كده، هنستنى عليها شوية كده، مش هننزل بالطماطم والفلفل دلوقتي. اهو زي ما انت شايفة كده. هنحط بقى مكعب من المرق، انا بحب احط معاها مكعب من المرق، بيدي برضو طعم وريحة حلوة جدا للشاورما. اهو زي ما انت شايفة كده اهو. انا كنت هنا بحطه زي ما انت شايفة كده. وهناخده برضو تقليبة كده، هناخد تقليبتين 3 كده قبل ما ننزل عليها بالخضار. حاجة كده جميلة ونضيفة كمان يا جماعة. طبعا دلوقتي بقى سندوتشات الشاورما بره بالشوق الفلاني، فبجد يعني احنا على قد ما بنقدر كده بنعمل حاجة في البيت، بيبقى منها توفير ومنها كمان حاجة نضيفة ومضمونة ومعمولة في البيت كمان. فبجد يعني جربي الطريقة دي هتعجبك جدا ومفيهاش اي افتكاسة خالص. هنا احنا كنا خلاص نزلنا كده بالطماطم والفلفل اهو زي ما انت شايفة كده. بصوا شكلها اصلا، شكلها تحفة، حلوة جدا، وريحتها كانت جايبة اخر المكان، ريحتها حلوة جدا اهو. خلاص بقى هنا كانت خلاص استويت كده، هنقدمها بقى كده. بصي شكلها، عايزة اقولك والله يعني بصي الولاد كانوا هيتجننوا عليها. دي بقى ممكن تعملي جنبيها مكرونة، ممكن تعملي جنبيها العيش الصاج وتعمليها سندوتشات شاورما. ممكن كمان انت تجيبي عيش من بره اللي هو عيش التورتيلا وتعملي انت سندوتشات في البيت. بصي حاجة كده جميلة جميلة جميلة، وحاجة كده موفرة ومش مكلفة خالص، وحاجة حلوة جدا. طبعا انا هنا على القناة كنت عملت لكم قبل كده سندوتشات الشاورما السوري، كنت عملتها كلها، وعملنا عيش الصاج كمان. اللي عايز يشوف فيديو عيش الصاج يخش يتفرج عليه، هتلاقيه على القناة عندك، برضو حلو جدا جدا ومش بياخد منك وقت خالص. بس صراحة انا